من هو إلياس شتي لاعب الوداد الجديد؟ وهل جاء بالفعل لتعويض رحيل محتمل لعطية الله؟ بدأت مسيرة إلياس شتي في عام 2014 حين تم تصعيده إلى الفريق الأول في اتحاد عنابة، قبل أن ينضم في نفس العام إلى اتحاد الشاوية الذي بقي معه حتى 2017 بعد أن نجح في إقناع مكونات شبيبة القبائل بضمه. ولعب لصالح 47 مواجهة سجل خلالها هدفين. في سنة 2019 وقع إلياس عقدا مع الترجي التونسي وبقي معه حتى 2022، ونجح في الفوز حينها ب3 بطولات وكأس تونس، كما لعب لصالح منتخب الجزائر للمحليين وقاده نحو التتويج بكأس العرب قطر 2021، ليرحل بعدها عن الترجي إلى أونجي في صفقة انتقال حر في صيف 2022. قصة سجن إلياس شتي. ارتبط اسم إلياس